ابوي مالك زعلان ليا؟ ده النهارده انت المفروض تكون متهيس ترقص، ده الزمالك فاز يا ابو مهدي. يا ابوي قعد ساكت هيص ارقص هي. ده كنت اتفرج على وجع بطن الهردني كوره داي. ده الداخليه لعبت احسن منيني. ده كانت تعمل تكتيك في الملعب ويوم الاحسن منينا يا راجل. ده عبث كروي، ده مش كوره. مش اهم حاجه فزنا يا يا بابا. راجل اهم حاجه الفوزيه، اهم حاجه الناس تلعب كوره زي الناس. طب المدرب غلطان، طب اللعيبه ينزل المدرب يلعب مكاني. اعمل اللي عليك يا اخي، موت في الملعب، اظهر نفسك عشان نقول ايوه عاش يا ده مهاب ياسر. يا كنت 10 على 10، كنت احسن واحد من نادي الزمالك النهارده. حدش يا راجل ينافس يلعب. ده كرمونا في الكوره يا راجل. هو دي هم لما نروح السوبر الافريقي للاهلي يعمل معنا الجلاشي. ده هندعكم يا بابا كده الشغل خف والبس بلا يدعكني. تفوليش من دلوقتي انت، مش هتبقى انت والنادي علي. مش ده لعبه بقت تحرق الدم. وانا هقول لك الصح يا بابا. يا باي يا ولاد، الناس كلها عملت صفقات ونحن لسه ما تحركناش شيء. الناس كلها جابت لعيبه ونحن لسه نحكوا في مهاب ياسر وروقه لا، نحن عايزين ناس جارحي، عايزين ناس واخد بالك لما تنزل في الصبر تشيل تطير في الملعب. هنجيب يا ده بابا. ما حدش قادر يتحرك النهارده. انا وشوف خليهم يشوفوا لنا حد غير دونجا لله. ما عشان اني الصراحه اتخنقت. شغال هو يفلم لي ويعمل لي الكره العاليه والكره القصيره ويقف لي ويلف لي دي. يا ابوي الكره اتطورت، الناس مش بتتفرج على الدوري الانجليزي هاي مدعكه. ايه في يا صديق؟ عامل ايه؟ الف مبروك يا عمي. من قلبك؟ لا مش من قلبي. ما انا عارف. برضه يا صديق الدوري كله حاضب عليكم ومعلم عليكم، وجيتوا عند الداخليه الوطن مصر وتهبطوها. تفتلك شفتني، هم ما قدرنيش يلعبوا وحديهم، العب انا مكانهم يعني. لا يا عمي فوت الماتش، مشيتني يعني وبابا ظهره اتقطم عشان خاطر يهبط الداخليه. ليه؟ يعني هو لو فوت الهدف يلا هيجري يعني ولا حاجه. يا ما انتوا الدوري كله معلم عليكم وحاطط عليكم، جت على الداخليه انا قلت بلدك شويه وطنيه يا صديق. انا قلت بدل الروح والقتال اللي عمله اوباما ده في الكوره كان عمله في الصابر قدام الاهلي يعني. كان اي نعم انتوا كده كنتوا هتخسروا. بس برضه الداخليه يا صديق. صح. بس انا ضحك نهردي عليا على ناصر منزل المهاجم بتاعكم دي. عمل لقطه والله يا ستي كنت هموت على نفسي بالضحك. والله القهوه كلها ضحكت عليها. هتعمل ايه؟ اعمل ايه يا راجل؟ ده انا مررت اتفقعت يا راجل. طب انت حط، انت شايف الجوان اطلع كلهم جايين عليها. انت بدل ان تاخدها لك دي وتروح تشقلبها دي، ما شقلبتش معاك انت ليش شقلب؟ حط غلب واشتري لك انت في الجون وريح مخك انت. عموما يا صديق يا عمي خلاص، ولا عموما ولا ماشي. لا. انا عارف هتقول لي. لا مش هقول لك حاجه من دولني. امال هتقول ما لي؟ تنساش انا بكره معايا ماتش. ماتش مولع. أيوة. ضرب نار. بقى تعال اتفرج يا راجل بدل اللي انت هتشوفه ديتي. جاي لك يا راجل. نظف عينيك تعال شوف المتعه الكرويه. اول واحد تلقاني قاعد على القهوه من قدام ان شاء الله. وماله المره دي مش هعارك معاك. لا تعارك شيء. اتفرج براحتك وشوف يا صديق اللعب والشغل العالي. ان شاء الله تتغلبوا يا صاحبي من كل قلبي. طب عموما انا مش هحفل كتير دلوقتي عشان بكره جاي، يمكن والله اعلم الاهلي يخذلني يا ستي. لا صح برضه الكوره في خد وهات. خد راحتك دلوقتي انت. لا خد راحتك لغايه بكره يا صديق، بس لو فزني نصيحه مني. شوف لك جبانه وادفن نفسك فيه. لا شوف لي بلد مش جبانه لسه بدري علي على عمرني. هتفول من دلوقتي انت. مش كفايه المرض كنا نسمعه من دلوقتي. ده الدم ما يخش عليك يخرب بيت ابوك. ابوزك الناشف دي. هتكلم انت لبيب يجيب لنا صفقات زانه ولا اروح لني؟ انا هروح. انا هروح يا بابا. خلاص قلت لك انا بتجيبنا قديمه واخد بالك وتوكل على الله. حاضر يا ابوي. عشان الكشري مش ينفع معاك انت. حاضر. توكل على الله روح.